السبب الأول ما هو؟ العلم، تفاوت الناس في العلم. فتجد الإنسان الذي يعرف، مثلا نضرب مثالا واقعيا في الدنيا، شخص يعرف أن البضاعة موجودة في المحل الفلاني، فإذا شخص آخر يعرف أن البضاعة موجودة في هذا المحل وموجودة في محل آخر بسعر أفضل من هذا، فالأول إذا سألته عن هذه البضاعة ماذا سيقول؟ يقول اذهب إلى المحل الفلاني الذي هو يعرفه. وعندما تأتي إلى الثاني تسأله يقول لك اذهب إلى المحل الآخر غير المحل الذي أرشدك إليه الأول. الآن حصل بينهما إيش؟ اختلاف. ما سبب هذا الاختلاف بينهما؟ تفاوت في العلم. هذا الأول ما يدري أن هناك محلا آخر، الثاني عنده زيادة علم. طبق هذا في جميع الأشياء. بعض طالب العلم قد يقول شيئا، هناك الشيخ العالم يقول يفتي بأمر آخر، عنده زيادة. يختلف بعض العلماء في مسألة ما، فتجد أن الآخر لم يطلع على حديث اطلع عليه الأول، وهكذا. فإذا من أسباب الاختلاف التفاوت في العلم، وهذا أمر أرشدنا الله إليه سبحانه وتعالى وقال وإنه لذو علم لما علمناه. بعدين نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. أنت عندك علم، هناك من هو أعلم منك، هناك من هو أعلم، والعلم كله عند الله سبحانه وتعالى.